السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. ثم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم كنبغي نستأسف منكم بزاف حيتاش تاخرت على العاده. ما نزلتش الفيديو تقريبا 3 ايام دابا، وهذه ماشي من عوايدي. فبغيت نقول لكم بلي راه بديت كنشبر الكوموند ديال راس السنه وعيد ميلادات. الا كنتو انتريسي الناس تطوان، فانا غادي نخلي لكم نمرة التليفون في اخر الفيديو. مرحبا بالجميع، الاثمنه جد مناسبه. على بركه الله، اليوم غادي نحضر معكم هاد الكيكه البارده، كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه في نفس الوقت وناجحه. مستطاع الجميع يعدلوها، يفرحوا بها وليداتهم في هذا راس السنه. على بركه الله غادي نبداو بالمكونات. غادي نحتاجو بيضة كاملة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف عليها كيس من السكر الفاني، وغادي نضيف ايضا قبيصة من ملح لتحسين الذوق. وغادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا بالخلاط اليدوي. وعندي هنا 5 ملاعق كبار مملوئين جيدا من سكر سنيدة. صافي، من بعد ما بقيت كنحرك حتى تفتح لي اللون ديال الخليط، فغادي نضيف 5 ملاعق كبار مملوئين جيدا من الزيت النباتيه. وغادي نحرك المكونات مع بعضياتهم جيدا. وهنايا غادي نضيف 5 ملاعق من الحليب. الا بغيتوها تكون اقتصاديه على هيدا يمكن لكم تعدلوا الماء، ولكن بالحليب كتجي احسن صراحه. وغادي نضيف 5 ملاعق كبار مملوئين جيدا من الدقيق مع واحد الساشيه د الكاكاو المر. صافي، وهنا غادي نضيف واحد الكيس من الخميره الحلويات من فئه 8 غرام. وغادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم. وغادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه من الخل. هاد الخل كيتفاعلنا مع الخميره وكيساعد الكيكه ديالنا تجي ناجحه وتجي اسفنجيه. صافي، غادي نحرك هاد المكونات كما قلت لكم مع بعضياتهم. وغادي نجيب هنا واحد المول. القياس ديالو يمكن لكم تستخدموا المول القياس ديالو من 20 سنتيم الى 22 سنتيم. صافي، من بعد ما كنفرغ فيه الكميه ديال الخليط ديالي كامله، غادي ندخلو نار الفرن يكون مسخن من قبل على نار تكون مهيله حتى كيطيبنا تماما. وهنا غادي نوجد الطبقه الثانيه. عندي هنا كأس ونصف من الدقيق مع ملعقه كبيره ونصف من السكر سنيده. وغادي نضيف عليهم واحد السكر المنسم بنكهه الفاني مع فلان كراميل. يعني فلان كراميل كيجي مزيون، ولكن بغيتو تعوضوها بفلان فاني او فلان شوكولا فلكم الاختيار. وغادي نضيف ايضا ملعقه كبيره مملوءه جيدا من الدقيق. صافي، غادي نحرك المكونات مع بعضياتهم ونعملوا ملا البوط على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كيعقد لي الخليط ديالي. غادي نضيف هنا واحد فلان كراميل مع ملعقة صغيرة من الزبدة. صافي، غادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيذوب لنا ديك الزبدة في الخليط ديالنا غير في السخونيه ديالو بلا ما نردوها على البوطه.
يعني انا وجدت الطبقه الثانيه من بعد ما جبت الكيكه ديالي من الفران وخليتها كتبرد، وانا كنوجد هاد الطبقه هذه. صافي هنا الكيكه ديالي سقيتها انا بشويه د الحليب، بغيتو بلا ما تسقيوها بلاش، هي اصلا صراحه كتجي خفيفه بلا ما تسقيوها بلا والو. صافي غادي نخوي فيها الكميه د الكريمه ديالي. صافي هنايا هاد الطبقة الثالثة، فكتبقى اختيارية بغيتوها اولا ما بغيتوهاش، فلكم الاختيار. عندي هنايا تقريبا واحد 85 غرام ديال شوكولات كالا اولا ماكا واللي كتفضلوا نتوما. وغادي نبدا نضيف عليه هنايا الحليب اللي يكون عندي غاليا، يعني يكون غاليا مزيان. غادي نبدا نضيفهم انا كنحرك تنحصل على الكاناج اللي بغيتو انا. وغادي نضيف ملعقه صغيره من الزبده، وغادي نخليها كدوب لي في السخونيه ديالهم، يعني بلا ما نعاود حتى هو نعملو فوق بوطه. صافي هنا من بعد ما حسيت باللي ديك شوكولا دفا ما بقاش بارد، فغادي نضيف على الخليط ديالي من بعد ما جمدت لي عفوا ديك الطبقه الثانيه تماما. صافي غادي نبدا هنايا كنسرحو. هنا حكيت شويه الشوكولاط من الفوق، صراحه كيعطي نظر وكيعطي جماليه اللي مزيونه بزاف. صراحه هاد الطورطه كما شفتوا معايا كتجي سهله بزاف واقتصاديه في نفس الوقت بلا كثره المكونات، ولذيذه بزاف صراحه. كتجي كتجي في المذاق كتشهي. ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليقات كيف جاتكم. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تدعموني بالاشتراك في القناه وبالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما ننساوش كما قلت لكم في الاول الفيديو، بالنسبه لسكان تطوان فانا كنوجد لي طارد ديال جميع المناسبات اللي بغيتوهم. انا غادي نخلي لكم نيميرو التليفون ديال الواتساب ديالي، دخلوا ليا ومرحبا بكم. وانا غادي نسرد لكم الديزاينات وانتم اختاروا معايا. مرحبا بكم.